مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير. كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير. نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب، خير الدعاة مع كان الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة رحمه الله داعية ومفكرا إسلاميا له أثره الواضح على الساحة العلمية والدعوية. حياته بأكملها كانت قصة علمية عملية لكل من تأملها، فهو عالم في تخصصه وفقيه يعرفه أهل الفقه، ومفسر لكتاب ربه بمنهج إيماني واقعي مؤثر، وشاعر وأديب. أضاف الدكتور سلمان بن فهد العودة رحمه الله إلى المكتبة العلمية أجمل المؤلفات المتنوعة، والتي كان لها أثرا كبيرا في ثقافة الجيل في الوطن العربي، بل كانت تحمل هذه المؤلفات قيما اجتماعية تعزز صناعة مجتمع الرحمة. الحياة كلمة، شكرا أيها الأعداء، ميلاد وبعد الميلاد، وكلمات الحياة تقف بك الحياة الآن إلى المشهد الأخير. وربما قال لك الأعداء رحمك الله يا سلمان، وجمعنا بك في أعلى الجنان، اللهم تقبل منه واجعله في جنانك يا رحمن. أحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. حياك الله شيخ سلمان. مرحبا. أحيانا صناعة الرحيل يا شيخ، يعني هذه المسيرة العطرة، هل أنت راض عنها؟ وإيش الأمنيات التي يتمنى الشيخ سلمان لو وصل لهذا الموقف أن يكون حققها في هذه الحياة؟ والله أهم شيء اللي قد لا أكون مطمئنا إليه هو الدافع، النية. يعني بالنسبة للعمل أنا عملت الشيء اللي أقدر عليه، بس النقطة اللي ماني مطمئن إليها الدوافع، النية. ماذا وراء هذا العمل؟ هل هذا العمل عمل رباني بحت؟ لا. طيب هل هو عمل إنساني بحت بمعنى الإنسان قصده نفع الناس فقط؟ حتى هذه لا أستطيع أن أقولها. لا، هناك حظ للنفس وراء كل عمل الإنسان يتمنى أن يكون تخلص منه. هذا المفهوم يا شيخ، أول ما شفت المشهد إيش جاتك معاني يعني معينة؟ شفت أنه موتني المشهد هذا. ليش؟ أنا لسه مطول. الله يعطيك يا شيخ. الشيخ، طب صناعة الرحيل، يعني هل الموت، ذكر الموت يخوف، أو إننا يجعلنا نصنع الرحيل ونحن في الدنيا يعني؟ إيه صح، صحيح. أنا كتبت حين أرحل، هذا مقطع في وسم. تذكرنا في من المشهد. مقطع 5 دقائق في وسم حين أرحل، عن فكرة الموت، وأنه انتقال من ضفة إلى ضفة، وأنه ربما يصافحك الموت ممسكا بتذكرة العبور وذكرى الراحلين وإلى آخره. وفي كتابي أنا وأخواته أيضا كتبت مقال مطول عن الرحيل. ولكني أنا أحب الحياة، وما زال لي فيها أرب، وعندي فيها طموحات، وفيه فقرات كثيرة ما كملتها، وإن كنت أعرف أنه كل اللي رحلوا كما قال وحاجات من عاش لا تنقضي. لما تكلمت الشيخ على قضية النية، لا أنا أريد أيضا الشيخ على هذا المفهوم العظيم مرة جدا، مفهوم أنك إيش الأشياء اللي تتمنى تحققها في أسرتك قبل الرحيل؟ أسرتي فقط أتمنى أني أراهم بخير. قد تحول بيني وبينهم ظروف وأسفار وارتباطات، وهذا في الشرق وهذا في الغرب،
وبالذات الناس اللي هم لا زالوا بحاجتي، يعني استودعهم دائما ربي وأتمنى أني أراهم بخير. أصدقائك قبل الرحيل إيش تتمنى تقدم لهم؟ أو تتمنى المشهد الأخير إذا طليت من نافذة بعيدة عن الدنيا ترى أصدقائك بوضع أنت تتمنى؟ أصدقائي هم رمز للوفاء ورمز للتضحية، وهم إخوة وجدت أنهم وضعوا جهدهم في حياتي، أضافوا ما لديهم إلى ما عندي، وواسوني بأنفسهم، وكما قيل جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في النائبات فزلتي. هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. هم اللي حببوا إلي الحياة، لأنهم أشجار جميلة يستظل الإنسان بظلها ويقطف من ثمرها ويتكي عليها. نفسك تقدم لهم شيء؟ قدم لهم الكلمة الطيبة والثناء والذكر الحسن، وهم سبقوني يعني لا أنافسهم فيما يقدم، ولكن أكافئهم بالدعاء. لو كان هناك لحظة وداع ماذا تقول لأعدائك؟ لا لست معنيا بهم أبدا. لا جدا. ملتفت لا يصل. نعم. جزاك الله خير شيخ سامي. وإياك. الله يكرمك، سامحنا على المشهد. بارك الله فيك، لا ممتاز.